حنا جد سعداء بالتواجد ديالنا في الدورة الثانية من مهرجان أرواح غيوانية، اللي حقيقة تنشكر الإخوان المنظمين لإتاحة الفرصة للمجموعة باللقاء الجمهور ديالها في مدينة سطات العاصمة الشاوية، واللي كيعرف الجمهور أن المسناوة كتنتمي لهذه المناطق جل العناصر تقريبا. كذلك تنشكروا الإخوان المنظمين اللي تاحوا الفرصة للمجموعات الشبابية باش يظهروا المواهب ديالهم ويعبروا على الحب ديالهم لهذا اللون الغنائي ويزيدوا يجتهدوا فيه، لانهم هما استمرار وامتداد للظاهره وامتداد للرواد اللي صنعوا هذا اللون الغنائي. ودائما تنتمناو كيف ما تعود الجمهور المسناوي عامه انهم يقضيوا معنا سهره ممتعه بمدينه سطات ان شاء الله. كما عبرت راه جد سعداء والله القسم، لان هذه المدينه هذه عندنا بها واحد الارتباط كبير، لان نتكلموا على الاصول، كنتكلموا على بزاف ديال التاريخ اللي داز في هذه المدينه هذه. حتى السهرات اللي دوزنا في مدينه سطات راه لا تعد ولا تحصى، راه من الثمانينات والسهرات ديال مدينه سطات كانوا كيدوزوا دائما رائعين، لان ارتباط مع الجذور وارتباط مع النغمه وارتباط مع الاصل وارتباط بزاف. انا جد سعداء دائما بالتواجد ديالنا بمدينه سطات. الحقيقه الريبرتوار المسناوي جد غني جدا، ودائما تيكون هذا التفكير ان الاغاني خصوصا الاغاني اللي لقات واحد النجاح كبير انها تعود يعني بطرق جديده وبتوزيع جديد باش يعرفوا هذا الجيل دابا اللي ما عاشوش في الفتره ديال المسناوه. انا نتكلم غير على مسناوه، انهم ما عاشوش في هذيك الفتره، ولكن خصهم يحبوا هذه الاغاني، ولكن باللون ديالهم هما وبالاذن اللي عندهم الحاليه دابا، بالتقنيات اللي موجوده دابا، بالتوزيعات اللي موجوده دابا. ودائما هذا التفكير دائما تيكون عند اي فنان انه يعاود ريبرتوار بطرق جديده وبتوزيعات جديده.